معروف أنه هاد الساعات مع الاستعمال كيضيعوا بسهولة. فيعني اليوم في هذا الفيديو غنتعرفوا على السبب اللي كيخلي ان هذا الريجيلاتور كيضيع بسهولة. على الرغم من انه يعني كاين واحد الجلدة في هذا الريجيلاتور كما كتشوفوا انه كتغير، كنقوموا بتغيير هاد الجلدة باش انه يعني تمنع التسرب ديال الغاز، لكن رغم ذلك كنلقاو انه كاين تسرب. فهنايا كنطرحوا السؤال، هاد التسرب ديال الغاز منين كيجي مع انني غيرت الجلدة؟ واش من البوطة، واش من هاد الكلو يعني هاد البولون؟ فهنايا في هاد الفيديو غنتعرفوا على السبب اللي كيخلي انه هاد الساعة ديال البوطة يعني فيها تسرب ديال الغاز، او بمعنى اصح القالب اللي دارته الشركة باش انه يكون تسرب ديال الغاز. وكذلك غنتعرفوا على الحل، يعني كما قلت لكم واخا نغيروا الجلدة فكيبقى التسرب. فهنايا الشركة دارت واحد القالب باش انه هاد الساعة او الريجيلاتور يضيع بسهولة، وتضطر انه نتايا تمشي تشري يعني ساعة جديدة. فتبعوا معايا هنايا باش نتعرفوا على القالب اللي دايره الشركة باش انه هاد الساعة تضيع بسهولة، وتضيع كذلك انت في 30 درهم 40 درهم وتمشي تشري ساعة جديدة. كما كتشوفوها هو الشركة دايرة هاد البولون في وسط هاد الساعة اللي ما باينش كاع نهائيا كما كتشوفوها هو. وهنايا هو هاد الكلون كيتحيد بسهولة، يعني هنايا كما كتشوفوا هنا هاد الفيلتاج كيتركب فيه هاد البولون. هنايا المشكل اللي كاين وهو انه هاد البولون يعني ما دايرينلوش لا جلدة ولا تيفلون اللي غيخلي يعني الغاز ما يتسربش. التيفلون هو هذا راه معروف كيدار باش انه يعني ما يكونش التسرب ديال الماء او ديال الغاز. فهما كما كتشوفوا ما كاين حتى شي حاجة، يعني ما كاين لا جلدة ولا تيفلون يعني كيكون اللي غتمنع التسرب ديال الغاز. هما شنو دايرين هنايا؟ واخدين هاد الكولا او هاد اللاصق ودايرينه هنايا عوض جلدة وعوض هذاك التيفلون اللي قلت لكم، ومركبين البولون بهذا الشكل. بعد ما غيزيروه كما كتشوف ها هو، هذا راه قالب باش ان هاد الريجيلاتور يضيع بسهوله ودايرين له جلده. فهنايا شنو كيوقع؟ هنايا من بعد ما كتشري انت الساعه كتركبها في البوطه، مع المده حيد رد بدل البوطه كيولي هذاك الراس حتى هو كيتحرك. ها هو كما كتشوفوا كيولي كيتحرك، وهذيك الكولا كيمشي المفعول ديالها، وكتولي يعني تعيا ما تجيب جلدة أخرى تبدلها ودير جلدة أخرى، كتلقى أنه هاد الساعة مازال فيها التسرب وكتمشي كتشري ساعة جديدة وكيكون التسرب منها. وهاد التسرب راه كيكون من هاد الفراغ، لأنه هذيك الكولا كتكون صافي المفعول ديالها مشى. هذا راه قالب كيديروه الشركة باش أنه تشري هاد. وهنايا غنتعرفوا على حل باش أنه نتايا تقتصد، وعوض ما ترمي هاد يعني هاد الساعة نصلحوها ونربحوا هذيك 30 درهم 40 درهم. شنو غنديروا؟ غنجيبوا هنايا هاد التيفلون، غناخدو منه واحد شوية وغنركبوه في البولون. كما قلت لكم هاد التيفلون راه معروف كيمنع التسرب ديال الماء او ديال الغاز او اي شيء. فغنركبوه هنايا في هاد البولون بهذا الشكل، ندوروه. هذا حل باش انك يعني تربح هذيك 30 درهم عوض ما تمشي تشري ساعة جديدة. انه لقينا السبب منين يعني كيكون التسرب. ها هو كنركبوها في المكان ديالها بهذا الشكل وغنزيروها. غنزيروها مزيان بهذا الشكل كما كتلاحظوا. هنا هو، هنايا ما غيكونش اي تسرب 100%. وغنركبوا الجلدة ديالنا، نجيبوا جلدة جديدة نركبوها
وغنركبو الساعة ديالنا في البوطة، وبهذا الشكل غنكونو يعني اقتصدنا واحد 30 درهم أو 40 درهم عوض ما نمشيو نشريو يعني ساعة جديدة. كنتمنى يعني أنه يكون هذا الفيديو نال الإعجاب ديالكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.